مش هتصدق يا ابو الكباتن، اول طلب من المدرب الجديد للنادي الاهلي واول استفسار عن بعض اللاعبين. المدرب الجديد يا ابو الكباتن كلم الكابتن الخطيب وساله عن حاجه غريبه جدا. المدرب الجديد قبل ما ياخد القرار وان هو يوافق على عرض النادي الاهلي بعت مباريات كتير جدا للفريق الخاص بتاعه عشان يحللوا اداء اللاعبين ويشوف الدنيا رايحه على فين. وطبعا اكتر مباريات حللوها كانت مباراه كاس العالم الماضي، وهنا بقى وقفوا على النجم الاهلي في كاس العالم للانديه طبعا وسام ابو علي. فلما كلم الكابتن الخطيب قال له انتوا ليه بعتوا وسام ابو علي؟ فالكابتن الخطيب استغرب، ده الراجل بقى متابع قبل كده. فالراجل طبعا قال له ان هو كان محلل اداء اللاعبين في المباراه الاخيره وشاف ان وسام ابو علي لاعب يعني مميز جدا وصعب جدا ان هو كان الاهلي يفرط فيه. فالكابتن الخطيب قال له ان اللاعب كان مصمم ان هو عايز يرحل، وكمان جه للنادي الاهلي عرض قوي جدا ومبلغ كبير جدا، فالاهلي وافق على رحيل اللاعب. المدرب قال للكابتن الخطيب طب هل جبتم بديل للراجل ده؟ فالكابتن الخطيب قال له ايوه جبنا محمد شريف لاعب دولي منتخب مصر وحاليا بيلعب في المنتخب الثاني للمنتخب المصري ولاعب دولي ولاعب مميز جدا. فالمدرب قال للكابتن الخطيب تمام. فالمدرب قال له بعد كده انا اللي اختيارات اللاعبين انا اللي لازم اوافق عليها، وانا اللي اقول اللاعب ده يجي واللاعب ده ما يجيش. فالكابتن الخطيب قال له بس احنا عندنا لجنه سكاوتنج وعندنا قال له على عيني وراسي يشوفوا شغلهم عادي جدا، ولكن الكلمه الاولى والاخيره ليا انا، لان انا هبقى المدرب وانا اللي هكون مع اللعيبه في الملعب، فانا لازم انا اللي اكون موافق على اللاعب وهم يشوفوا شغلهم عادي، ولكن الكلمه الاخيره ليا انا. فالكابتن الخطيب قال له مفيش اي مشكله. طبعا يا ابو الكباتن كل ده حصل بنسبه كبيره جدا، وطبعا صاحب الحصريات دي انقل ابو المعاطي زكي. فطبعا ما تنساش بقى لايك وشير وتتاكد انك عامل لي فولو، لان 90% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش عامله فولو وهي فاكره ان هي عامله فولو.